شيخنا ما التحقيق في مسألة الغريق على معصية؟ هل يعد شهيدا أم لا؟ أولا غريق على معصية. طيب أنا أقول الغريق معدود من شهداء في المصر، لكن هل هو شهيد حكما ولا شهيد حقيقة على خلاف بعضهم يرى أن الشهيد حقيقة هو ذلك الشهيد الذي مات على كلمة الله في المقاتلة والقتال وفي المعارك الوراء، وغيره شهداء لكنهم في حكم الشهيد حقيقي وليسوا شهداء حقيقيين. هذا مذهب فيه عليه الجمهور على العلم، وفيه من قال يعني أنه فضل الله كثير وفضل الله سبحانه وتعالى الشهداء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم غير الشهيد في سبيل الله، ويكون شهيدا حقيقة، لكن الشهيد في سبيل الله أرفع درجة وأقوى منزلا من غيره. إذا في خلاف، لكن السؤال هنا الغريق، كما قلت الغريق هو معدود من الشهداء، سواء كان مبطونا أو غريقا أو مبطونا أو مطعونا، يعني بالطاعون أيضا هزمة وذلك. فهذا جاء في النصوص بين فأطلقت. الآن جاء رجل سكير ولا صاحب معصية غارق في البحر يعد هذا شهيدا أم لا؟ فالذي يظهر والعلم عند الله إذا كان الرجل يعني يقيم الصلاة ويحب الله ورسوله ويطيع، لكن يأتي من حين آخر بمعصية الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه واحد، قال لا تلعنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. إن كان ممن يحب الله ورسوله، ونقول مما يقول يحب الله ورسوله معنى ذلك أنه يطيع، يعني يأتي بالأوامر من صلاة والصيام والزكاة إذا كانت وجبت عليه زكاة ونحو ذلك. إذا كان هذا الغريق كان أتى بمعصية وهو يحب الله ورسوله ولكن غلبته شهوته فأتى بمعصية وغرق ومات، فأرجو أن يكون ممن يشمله من الحديث. وحجتي في ذلك في شيء الطاعون لما قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم. إذا نحن نعرف أنه فيه المسلم وفيه المؤمن وفيه المحسن، فالمسلم هو يكون دون المؤمن، قد يأتي بأشياء، يعني قد يأتي بأشياء يعني هذا المواقف الإيمان قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، قال المؤمن لا يكذب نحو ذلك. الفرق بين المسلم ممكن أن يأتي بحرامات، فلما قال الطاعون شهادة لكل مسلم وعلمنا أن الطاعون أيضا يدخل من بين الشهادة، فلا فرق بين الطاعون والغريق، إنه الوصف الثاني لكل المسلمين إذا ماتوا بالطاعون بشرط أنه كما ذكرت أنت أن يكون يؤدي الواجبات يؤدي الأوامر غير تارك الصلاة والعلم عند الله. أحسن الله إليكم.